ذكرى استشهاد الرفيقة بريتان، هاي ذكرى 33 استشهادها. نحن كنا نعرف انه ذكرى استشهادها راح نحن كمرأة بشكل خاص، يعني لانه هي رسالتها موجهة اكثر شيء للمرأة، يعني هي رمز انه للشرف ضد الخيانة، يعني ما قبلت انه تصير بين يد العدو، انه هاي وجهت رسالتها لكل مرأة. نحن علينا كمرأة ايش نعمل في سبيل انه ضد هالشيء هذا للشهيده بريتان؟ انه نعمل حملات، نكثف من حملاتنا بالمحاضرات، اجتماعات موسعه للشهيده بريتان. كنا نعرف راح نحدد يوم نحن انه مشان اجتماع موسع للشهيده بريتان مع عرس التلفزيون. هي قبل ما تستشهد انه كان عندها نوع حلو معين، انه ذكرت بالرساله انه بس استشهد انه هذا الحلو يتوزع. استطاعت خلال فتره قصيره ان تجمع نفسها القوه العسكريه، يعني خلال وقت قصير تكونت عندها كل الافكار العسكريه، يعني خلال 7 شهور صارت قياديه تدير جبهات. يعني ما اعرف اذا حضرتوا عرض للرفيقه بريتان لما العدو يعني نفذت الذخيره من الرفاق، ظلت هي الوحيده تقاوم، يعني في سبيل ما تحط ايدها يعني تصير بيد العدو، كسرت سلاحها بين الصخر، لقت حالها من اعلى الجبال بصوت يعني انه زقاريد، انه لا للخيانه، ضد الخيانه، انه لقت حالها من اعالي الجبال في سبيل ما تصير بيد الخونه. يعني لذلك في 25 تشرين الأول ضحت بجسدها فوق الجبال في سبيل ما تصير بيد العدو. فهي أثرت أولا على شعبنا في جنوب كردستان وشعبنا في أجزاء كردستان 4 والنساء معا. يعني استشهادها أثر على جميع أجزاء كردستان وخصوصا المرأة، لأن هي لقت بحالها في سبيل إيش؟ فتحت مجال للمرأة.